المخرج استاذ محمد اسماعيل، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. مخرج فيلم مش هعمل كده تاني، مش تأليفي اخراجي فيلم. تأليف اخراج. اهلا بحضرتك. حضرتك مشارك بيه هنا في المهرجان ولا شاركت بيه قبل كده في مهرجان لا تانية؟ ده اول مهرجان يدخل فيه، بس قبل المهرجان هو انا حبيت ارفعه على النت، على المواقع الانترنت يعني، والحمد لله حاز على اعجاب الناس جدا. درجه الناس بقت تحطه على موبايلاتها. انا اتفاجئت من الموضوع ده لان كنت مشارك فيه اول حاجه خالص في المهرجان، بس لما كان هيتعمل في شهر 4 المهرجان اتاجل يعني بسبب ظروف البلد وكده. أيوة. فقلت انزله يعني اشوف رد فعل الناس ايه، والحمد لله الفيلم يعني عجبهم جدا لدرجه انهم حطوه على موبايلاتهم، فالموضوع ده فرق معايا جدا. ضحك الناس امبارح في قلب قاعه العرض. هو فيلم كوميدي يعني مثلا؟ هو اجتماعي كوميدي بيحكي عن الخيانه الزوجيه من منظور تاني خالص. طبعا موضوع الخيانه الزوجيه ده اتناقش كتير جدا في الافلام، بس انا بعرضه بشكل تاني خالص، بشكل اكثر تعقل يعني شويه. هي المفروض دكتوره نفسيه، حياتها كلها شغلها ومهمله جوزها، فجوزها خانها مع شغاله، وهي شافتهم وعرفت، لا طلبت بقى طلاق ولا طلبت بتاع، حبت ان هي يعني تربي جوزها شويه بعقل عشان تحافظ على بيتها وتحافظ على اولادها. يبقى فعلا هو حلت المشكله باكثر تعقل يعني، بالظبط، منظور تاني خالص. انا حبيت اقول له يعني، اقول للناس اللي بيتفرجوا يا جماعه مش كل حاجه طلاق، هي غلطانه وهو غلطان، هو انتوا الاثنين غلطانين، بس مش معنى ذلك انكم تهدوا البيت وتهدوا الاسره وتهدوا اولادكم، وفي النهايه الاولاد هم اللي بيجنوا ثمر الفرقه ما بين الاب والام. بالظبط. والموضوع ده مهم جدا، والموضوع ده قصه حقيقيه، ويعني قصه حقيقيه وشدني جدا الموضوع، فحبيت اطلعه بشكل كوميدي كده شويه بحيث انه يبقى مختلف، لان بالنسبه لحضرتك عارفه افلام المهرجانات يعني ما يكونش فيها يعني ثمره الكوميديا قوي. طب والفيلم ده خد جايزه هنا في المهرجان؟ والله انا بلغوني بكده، مش عارف بقى لسه. بلغوك جايزه بقى ايه بقى؟ هو فيلم تسجيلي ولا روائي قصير؟ لا روائي قصير. روائي قصير مدته 18 دقيقه، لكن ما عرفتش انت تاخد اي جايزه. ما اعرفش هياخد ايه. لا الحمد لله كفايه ان هو شارك، انا ما يهمنيش جايزه، اهم جايزه عندي والله هي جايزه الناس، وان الناس تتعلم منه حاجه، او فعلا يعني تاخد منه المعلومه اللي انا يعني قدرت اوضحها او اطلعها باي شكل من الاشكال. طب ايه رايك في المهرجان عامه؟ هو المهرجان بصراحه تحفه، التنظيم والاداره بتاعته جميل جدا، وربنا يوفقهم يا رب. الله يخليك. طب والاعلام انت نسينا؟ لا طبعا الاعلام على راسي من فوق. المكتب الاعلامي طبعا الاعلام هو اللي مغطي طبعا. لو حضرتك متابع الصفحه والموقع بتاع المهرجان هتعرف فعلا كمل مجهود اللي لجنه الاعلام بتقوم بيه. والله عارف، ويعني وجزاكم الله كل خير. ربنا يبارك فيك. شكرا يا فندم، واتمنى لك كل توفيق ومزيد ان شاء الله من نجاح. ربنا يخليك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.